بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هكلمكم في الفيديو ده على مشكلة كبيرة جدا بتقابل تقريبا كل سكان الدور الأرضي. المشكلة دي تخص الصرف. غالبا صرف العمارات كله بيكون عبارة عن خط واحد وبيجمعوا معاه صرف الدور الأرضي. المشكلة اللي بتحصل إيه؟ إن أول ما بيحصل سدد في الصرف الرئيسي للعمارة من أسفل أو من بعد الدور الأرضي، الصرف كله بيتجمع في منطقة السدد وبيرجع يطفح معانا في الدور الأرضي. طيب حل المشكلة دي إيه؟ حل المشكلة دي إن لازم الدور الأرضي يكون ليه صرف مستقل تماما عن العمارة، يبقى كل العمارة ليها صرف والدور الأرضي ليه صرف لوحده. طيب لو أنت عندك المسافات بعيدة، بمعنى ان انت عشان تعمل صرف مستقل هيكلفك كتير ومضطر ان انت توصل الصرف بتاعك على صرف العمارة علشان التكلفة او علشان صعب ان انت تعمل صرف مستقل او اي سبب تاني. ازاي تجمع الصرف بتاعك على صرف العمارة وتكون مطمن ان لا قدر الله لو حصل سدد في الصرف الرئيسي للعمارة المجاري انا اسف او المية ما تطفحش عندك؟ الحل بسيط جدا ويعتبر مش مكلف خالص. كل الموضوع ان انت هتعمل الصرف بتاعك مستقل عن الصرف الرئيسي للعمارة. بمعنى ايه؟ بص كده، ده الخط ال4 بوصة الرئيسي بتاع العمارة، ده الخط ال3 بوصة الرئيسي بتاع العمارة. كان الصرف القديم بتاعنا هنا متوصل عليهم، بس ما وصلناش عليهم وعملنا ايه؟ نزلنا بالماسورة ال4 بوصة ونزلنا بالماسورة ال3 بوصة بتوعنا. 3 بوصة اللي هي الصرف الخفيف البلاعة، وال4 بوصة اللي هي الصرف التقيل اللي هي كومبينيشن او القعدة، وجينا جمعناهم على الصرف ال6 بوصة الرئيسي بتاع العمارة. بس بص بقى، قبل ما نجمع على الصرف الرئيسي بتاع العمارة عملنا ايه؟ حطينا هنا مانع ارتداد او بوابة. طيب ايه هو مانع الارتداد او البوابة؟ بص معايا كده، هو ده مانع الارتداد او البوابة. هتلاقي فيه سهم كده عليه اهو، اللي هو السهم ده. السهم ده بيوضح اتجاه حركة المية او اتجاه فتح البوابة. هي ايه البوابة دي؟ بص كده معايا، بص بص، البوابة مقفولة او مانع الارتداد مقفول. اول ما تمشي فيه المية بيفتح والمية تخرج، بعد ما المية تخرج تقفل تاني. ده بيكون من ناحية الصرف بتاعنا، من ناحية اتجاه حركة المية من عندنا، والناحية التانية ده بيكون من اتجاه صرف العمارة. حصل بقى سدد وحصل طفح ومية العمارة عايزة تدخل علينا عند شقتنا، ايه اللي بيحصل؟ بوابة بتكون مقفولة. يبقى مانع الارتداد او البوابة بيمنع ان اي مية تخص العمارة لو حصل سدد وعايزة ترد علينا او ترجع علينا، البوابة او مانع الارتداد بيمنعها. احنا في الموقع اللي احنا فيه كان عندنا في الدور الارضي ده 2 حمام ومطبخ، كلهم عدلناهم بنفس الطريقة دي، وركبنا رداد اهو للحمام ده، ركبنا رداد للمطبخ، ونركب رداد او بوابة للحمام التالت. وبكده احنا هنكون مطمنين على شغلنا، والعميل او صاحب الشقة هيكون برضو مطمن. اذا كان هو مسافر حصل اي مشكلة هيكون مطمن، اذا كان هو موجود هيكون مطمن لو حصل اي مشكلة.